ومعنا من دمشق مجد الأحمد الناطق باسم شبكة سانا الثورة. سيد مجد، هل من صورة دقيقة ومتكاملة ومحينة عما يجري في القابون بالتحديد؟ نعم، السلام عليكم. يعني في شهر الرحمة لا يزال النظام يقصف حي القابون. قبل 5 دقائق كنت أتكلم مع نشطاء حي القابون، حدثوني أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في حي القابون. الاشتباكات هي تجري بين عناصر الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد والجيش السوري الحر، وكذلك عناصر الفرقة الرابعة من يساندهم هم الحرس الجمهوري، عناصر الحرس الجمهوري. سيد الكريم، حي القابون هو بالفعل منطقة استراتيجية ربما لا تقل استراتيجية في دمشق وريفها كما كانت في حمص، كما كانت في القصير بين ريف دمشق وحمص. حي القابون هو يفصل بين كثير مناطق في دمشق وريفها، ولكن المشكلة أن هناك عائلات في حي القابون كثيرة تنقصها الدواء، ينقصها الغذاء، وكذلك عناصر الجيش السوري الحر لا يزال حتى هذه اللحظة ينقصهم السلاح. عناصر الجيش الحر أيضا كنت أحدثهم قبل قليل، حدثوني أن هناك تخلي من الكتائب الكثيرة عنهم، لا يوجد هناك كتائب تناصرهم، هم بضعة عناصر ربما بكتائب أحادية تقاتل دبابات، تقاتل مدرعات، كذلك يصدون صواريخ ربما تأتيهم من أماكن لا يعرفونها. حي القابون تشن عليه هجمة شرسة منذ أكثر من 10 أيام حتى هذه اللحظة، من قبل رمضان حتى هذه اللحظة صواريخ أرض قصف حي القابون، وأيضا قبل مدة قصف بسلاح كيماوي، واليوم يقصف بصواريخ براجمات الصواريخ والقذائف هاون. حتى هذه اللحظة حتى الملاجئ قصفت. أتوقع أن هناك يعني مشاركة لحزب الله، لأن دائما حزب الله الأماكن الذين يستهدفونه أول ما يستهدف فيه المساجد. حي القابون لم يعد يتبقى فيها أي مسجد، كله قصف. إذا حي القابون حقيقة هو يعاني أكبر مشكلة إنسانية في أحد أحياء دمشق. كذلك كفر بطنة لقصفهم براجمات الصواريخ، ودوما قصفهم براجمات الصواريخ، وبديلة براجمات الصواريخ. يعني في شهر رمضان كان هناك تقدم عسكري، كان هناك هجوم عسكري أكبر للنظام بالطيران الحربي المتطورة، وكذلك بأسلحة متطورة للنظام. يقول بعض النشطاء حي القابون أن هناك أسلحة نزلت عليهم ربما لأول مرة تنزل على أحد أحياء دمشق، يعني ثقيلة باستعمال كل هذه الأسلحة. يعني هل نقول بأن حي القابون قد يكون سقط في يد النظام؟ لا، حتى هذه اللحظة النظام لا يزال بمحيط حي القابون. حي القابون لم يدخله حتى هذه اللحظة، لا يزال الجيش الحر مسيطر عليه رغم قلة إمكانياته. ولكن النظام هو حقيقة أخي حبيب، لو أردت أن أتكلم أن النظام عناصره هم معروفون بأنهم عناصر جبناء. النظام هو قوي بصواريخه، قوي ربما بطيرانه، أما عناصره لا يتجرؤون حتى لاشتباك مع عناصر قوات النظام وجها لوجه، هم يشتبكون معهم بقذائف هاون ردا على الرصاصات. هذه هم عناصر عاهدناهم. النظام لا على الجولان لا يتجرأ أن يطلق رصاصة على إسرائيل، فأتوقع أن عناصر النظام هم أجبل من أن يتقدموا في حي القابون. شكرا لك مجد الأحمد الناطق باسم شبكة سانا الثورة.